تخيل تقدر تعمل فيلم كامل عن قصص الانبياء بالذكاء الاصطناعي، فيلم مدته تصل ل20 دقيقة او اكتر، بمشاهد سينمائية وشخصيات وقصة كاملة، وكل ده مجاني تماما. المفاجأة بقى ان النوع ده من المحتوى عليه طلب ضخم جدا على اليوتيوب، في قنوات بتعمل فيديوهات عن قصص الانبياء وبتحقق مئات الالاف من المشاهدات، زي القناة اللي انت شايفها قدامك دي او القناة دي كمان، وبعضها بيوصل لملايين المشاهدات على فيديو واحد بس. في الفيديو ده هوريك خطوة بخطوة ازاي تعمل فيلم كامل عن قصص الانبياء باستخدام الذكاء الاصطناعي من غير خبرة ومن غير ما تدفع فلوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا سونيك. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يا ريت يعني قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والسبسكرايب بتوعك، ويلا بينا نبدا من غير كلام كتير. في البدايه كده يا شباب هنفتح الشات جي بي تي عادي جدا، وبرضه تقدر تستخدم جيميناي، مفيش اي مشكله، برضه استخدم اللي انت عايزه. بعد كده هتلاقيني سايب لك تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت رابط لمستند، هتدخل عليه وهتلاقي نفسك دخلت على الصفحه اللي انت شايفها قدامك دي. وده يا شباب البرومت اللي احنا هنستخدمه، واللي احنا عن طريقه هنقدر نصنع النوع ده من المحتوى بكل سهوله. فكل دلوقتي اللي احنا هنعمله هنطلع فوق هنا وهنحدد على البرومت ده كده بالكامل بالشكل ده، وهنقف لحد هنا. خلي بالك اوعى تنزل وتحدد على البرومت ده عشان ده لسه هنستخدمه كمان شويه، فمش هنستخدمه دلوقتي. وبعد كده تضغط عندك على كليك يمين من الماوس، وبعد كده تضغط هنا عندك على كوبي علشان نعمل نسخ للبرومت ده. هنروح نفتح الشات جي بي تي وهنعمل هنا بيست او لصق للبرومت اللي احنا خدناه كوبي اللي هو ده. بعد كده نضغط هنا على ارسال، وزي ما انت شايف هتلاقي ان هو كتب لك الجمله دي باللغه العربيه: السلام عليكم، انا مخرجك بالذكاء الاصطناعي، من فضلك اخبرني بالموضوع الاسلامي الذي تريد عنه الفيديو. سأقوم بإعداد السكريبت السينمائي كامل مع الهوك والمشاهد والشخصيات. بكل بساطة اللي طالبه منك انك تنزل تحت هنا وتكتب القصة اللي انت عايز تعمل فيديو عنها، وهو هيعمل لك منها سكريبت سينمائي كامل، وهيعمل لك المشاهد والشخصيات. انا مثلا يا شباب عايز القصة بتاعتي تتكلم عن معجزة انشقاق القمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده هنضغط هنا على ارسال، وزي ما انت شايف كده بدأ بالفعل ان هو يكتب لي القصة بتاعتي، وزي ما انت شايف كده هو قسمها لي للسين او للمشاهد بالمنظر اللي انت شايفه ده. وزي ما انت شايف هو عمل لي حوالي 10 مشاهد، وكل سين او كل مشهد بيتكون من ايمج برومت وفيديو برومت، او يعني اللي هو معناها برومت للصورة وبرومت للفيديو. ده غير كمان ان فيه ديالوج او حوارات هتكون داخل المشاهد. زي ما انت شايف كده الحوارات مكتوبة باللغة العربية بحيث نقدر نخلي الشخصيات اللي في الفيديو تتكلم. ولو احنا نزلنا تحت للاخر هتلاقي مكتوب الجملة دي: لو عايز تكمل بقية الفيلم بنفس الاسلوب السينمائي، باقي اول 5 دقايق بالكامل ثم باقي الفيديو، اكتب كلمة كونتينيو او اكتب كلمة اكمل. فانت لو نزلت تحت هنا وكتبت كلمة اكمل بالمنظر ده، بعد كده ضغطت عندك على انتر، زي ما انت شايف هيبدأ فعلا يكمل لي اول 5 دقايق من الفيديو. وبرضه يا شباب عشان تكونوا عارفين ان انا مظبط البرومت ده ان هو يعمل لك فيلم مدته تصل لحد 20 دقيقة، فهو حاليا دلوقتي عمل لي اول 5 دقايق من الفيديو. طب لو انا عايز اكمل عشان اصل ل 20 دقيقة، هنزل برضه تحت هنا واكتب كلمة اكمل، بعد كده هضغط على انتر، وزي ما انت شايف فعلا كده بدأ ان هو يكتب لي الجزء الثاني من الفيلم. ودلوقتي انا معايا اول 10 دقايق من الفيديو، زي ما انت شايف كده برضه كتب لي المشاهد بتاعتي بالمنظر ده. فانت بقى كل شوية هتنزل تحت هنا وهتكتب هنا اكمل لحد ما يصل الى 20 دقيقة. ده طبعا لو انت عايز تعمل فيديو طويل، اما مثلا لو انت مش عايز الفيديو بتاعك يكون طويل قوي، ممكن تعمل اول 5 دقايق او اول 10 دقايق من الفيديو، مش شرط طبعا انك تعمل ل 20 دقيقة كاملة. تعالى بقى اوريك ازاي تقدر تحول السينز دي او المشاهد دي الى صور، وبعد كده نحولها الى فيديوهات. ولكن في البداية في حاجة مهمة جدا لازم نعملها قبل ما نحول المشاهد بتاعتنا دي الى صور. هنرجع تاني على المستند ده اللي انا زي ما قلت لك سايب لك الرابط بتاعه تحت في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت. هتنزل تحت خالص هنا عند الميل افاتار ايمج برومت والفيميل افاتار ايمج برومت. لو انت بتعرفش البرومتين دول بيعملوا ايه، دول يا شباب برومتين تقدر تستخدم منهم برومت واحد. البرومتين دول بيصمموا لك شكل الشخصيه او شكل الراوي اللي هيحكي القصه. فانت عندك في راوي للرجل وعندك برضه في راوي ولكن لبنت، فانت بقى تختار الراوي اللي انت عايزه، يا اما تختار راوي لرجل او راوي لبنت. انا مثلا عايز الراوي يكون رجل، فكل اللي انا هعمله هحدد على البرومت بتاع الراوي ده اللي هو للرجل، وبعد كده هاخده كوبي من هنا. لو انا بقى عايز احول البرومت ده الى صوره، عندنا يا شباب هنا في طريقتين. اول طريقه هتكون عن طريق موقع ويسك. الموقع ده يا شباب مجاني بالكامل، وتقدر عن طريقه تصنع الصور اللي انت عايزها بلا حدود. هتنزل تحت هنا وهتعمل بيست او لصق للبرومت اللي انت خدته، بعد كده هتضغط هنا وهتختار المقاس ده اللي هو من 16 ل 9، بعد كده هتضغط هنا على ارسال. وزي ما انت شايف هيبدا دلوقتي في توليد صورة الراوي بالمنظر اللي انت شايفه ده. زي ما انت شايف كده الصور الصراحه شكلها جميله جدا. لو انت مثلا عجبتك الصوره دي وعايز الشخص ده يكون هو الراوي، هتطلع فوق هنا وتضغط على داونلود، والصوره هتتحمل معاك في خلال ثواني بالمنظر اللي انت شايفه ده. ولو احنا برضو نزلنا تحت هنا وخدنا البرومت
بتاع الراوي اللي هتكون لبنت، واخدناه برضو كوبي بالمنظر ده، ورحنا على موقع ويسك وحذفنا البرومت القديم ده واستبدلناه بالبرومت الجديد بالمنظر ده. بعد كده ضغطنا هنا على توليد، فده هيكون شكل الراوي الرجل وده هيكون شكل الراوي البنت. تاني موقع تقدر تستخدمه لعمل الصور هو موقع فلو. اكيد طبعا هتلاقيني سايب لك جميع الروابط بتاع كل المواقع تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت، بدل يعني ما تتعب نفسك وكده هتلاقي كل حاجه موجوده تحت. هتنزل تحت هنا وتضغط على مشروع جديد، بعد كده هتلاقي الصفحه دي فتحت قدامك بالمنظر ده. هتنزل تحت هنا وتضغط هنا، بعد كده تضغط فوق هنا على ايمج او الصور علشان احنا عايزين نحول البرومت الى صوره. بعد كده هتختار المقاس ده اللي هو المقاس الافقي، وهتختار من هنا عدد الصور اللي انت عايزه ينتجها لك في المره الواحده. انا مثلا اخليها صورتين زي ما هي. بعد كده اهم حاجه هننزل تحت هنا ونضغط هنا، وهتختار من هنا النموذج اللي انت عايز تستخدمه. زي ما انت شايف هتلاقي موجود عندك فيه النموذج بتاع النانو بنانا برو، وهتلاقي برضو فيه النموذج الجديد او الاصدار الجديد بتاع نانو بنانا اللي هو نانو بنانا 2. تقدر من هنا تستخدم اي نموذج انت عايزه، وطبعا تقدر تستخدمهم بشكل مجاني. خلينا مثلا نجرب الاصدار الجديد بتاع نانو بنانا اللي هو نانو بنانا 2، فهنضغط عليه. بعد كده هنضغط هنا يا شباب وهنعمل بيست او لصق للبرومت اللي احنا عايزين نحوله الى صوره. بعد كده هنضغط هنا على جنريت او توليد، وزي ما انت شايف هيبدا دلوقتي في توليد الصور. وزي ما انت شايف ده هيكون شكل الصوره اللي احنا ولدناها عن طريق نانو بنانا 2. وزي ما انت شايف كده الصور دي شكلها واقعي جدا، وطبعا زي ما انت اخد بالك كده هتلاقي ان الصور بدقه رهيبه جدا وشكلها واقعي. وطبعا مش محتاج اقولك ان الصور دي شكلها واقعيه اكتر من الصور اللي احنا ولدناها عن طريق ويسك. فعشان كده انا بفضل انك تولد الصوره بتاعت الراوي عن طريق نانو بنانا، عشان زي ما انت شايف كده هو بيطلع صور واقعيه جدا. وده هيكون شكل الراوي الرجل، عشان لو انت عايز تشوف شكله هيكون عامل ازاي. زي ما انت شايف كده الصور بتاعت الراوي الرجل برضه شكلها كويس جدا بالمنظر اللي انت شايفه ده، وشكلها واقعي جدا. لو عايز تحمل من هنا اي صوره هتقف على الصوره بالمنظر ده، بعد كده تضغط هنا على الثلاث نقاط، بعد كده تنزل تحت هنا عند التنزيل او الداونلود، بعد كده هتختار 2K اب سكيلد تضغط عليها بالمنظر ده، والصوره هتتحمل معاك في خلال ثواني. بعد ما عملنا الصوره بتاعت الراوي او الشخصيه اللي هتحكي القصه، تعالى بقى اقول لك ازاي تقدر تحول جميع المشاهد بتاعتك دي بتاعت القصه الى صور برضو بكل بساطه. زي ما انا قلت لك عندنا هنا في موقعين نقدر عن طريقهم نحول البرومتات بتاعتنا بتاعت الصور الى صور. عندنا موقع ويسك وعندنا برضو موقع فلو اللي احنا عن طريقهم نقدر نستخدم النموذج بتاع نانو بنانا ايا كان بقى نانو بنانا برو او نانو بنانا 2. انا الصراحه يا شباب بفضل ان احنا نحول المشاهد بتاعتنا لصور عن طريق موقع فلو باستخدام النموذج بتاع نانو بنانا. هترجع تاني على الشات جي بي تي وهتروح هنا عند اول سين او اول مشهد، وهتنزل تحت هنا عند الايمج برومت وهنحدد عليه بالمنظر ده وناخده كوبي، وبعد كده هتنزل تحت هنا وتعمل بيست او لصق للبرومت اللي انت خدته بتاع اول مشهد، وتاكد ان كل حاجه هنا مظبوطه. بعد كده هنضغط هنا على توليد. زي ما انت شايف هيبدا لنا دلوقتي في توليد اول مشهد، وزي ما انت شايف ده هيكون شكل اول مشهد. زي ما انت شايف الصورتين الصراحه شكلهم تحفه جدا، والصوره زي ما انت شايف كده مليانه تفاصيل. طبعا زي ما قلت لك لو الصوره عجباك وعايز تحملها تضغط هنا على الثلاث نقاط، بعد كده تنزل تحت هنا عند التنزيل، بعد كده تضغط هنا على 2K والصوره هتبدا تتحمل معاك في خلال ثواني. بعد ما عملنا اول مشهد هنرجع تاني على الشات جي بي تي وهننزل عند المشهد التاني، وهنروح برضو هنا عند الايمج برومت ونحدد على البرومت بتاع الصوره بالمنظر اللي انت شايفه ده وناخده كوبي. هنرجع تاني على موقع فلو وهنعمل برضو هنا بيست او لصق للمشهد بتاعنا التاني، وهنضغط هنا على توليد، وده هيكون شكل المشهد بتاعي التاني. زي ما انت شايف كده الصور شكلها تحفه جدا وواقعيه، فهعمل لها برضو داونلود بنفس الطريقه اللي احنا عملناها من شويه. دلوقتي كل اللي انا طالبه منك انك تحول جميع المشاهد بتاعتك دي الى صور بنفس الطريقه اللي احنا شرحناها لحد ما تخلصهم كلهم وتحولهم كلهم الى صور. وطبعا برضو زي ما قلت لك تقدر تستخدم موقع ويسك وبرضو هيطلع لك برضو نتائج كويسه جدا للمشاهد بتاعتك، ولكن طبعا مش هيكون بنفس الدقه اللي بيطلعها موقع فلو. بعد يا شباب ما حولت جميع المشاهد بتاعتي الى صور بالمنظر الرهيب اللي انت شايفه ده، زي ما انت شايف كده كل الصور الصراحه شكلها تحفه جدا وبدقه رهيبه. ولكن يا شباب في حاجه مهمه جدا لاحظتها، انا تقريبا دلوقتي عملت فوق ال 50 صوره ومع ذلك ما جاليش خالص رساله انك انت خلاص خلصت الحد اليومي بتاعك لصناعه الصور باستخدام النموذج بتاع نانو بنانا. مع انه يا شباب كان في الاول بيبقى ليك حد معين في اليوم لتوليد الصور باستخدام النموذج بتاع نانو بنانا، انما انا حاليا دلوقتي عملت فوق ال 50 صوره ومع ذلك ما جابليش خالص تماما انك انت خلاص خلصت الحد بتاعك اليومي لتوليد الصور باستخدام النموذج بتاع نانو بنانا. فاعتقد بسبب التحديث الجديد انهم سمحوا انك تقدر تولد صور بلا حدود وتصنع بيه الصور اللي انت عايزها
بعد ما تحول جميع المشاهد بتاعتك الى صور بالمنظر الرهيب ده، تعالى بقى اوريك ازاي تقدر تحول الصور دي الى فيديوهات، بل وكمان هوريك ازاي تقدر تخلي الشخصيات اللي موجوده في الصور دي تتكلم. ولكن انصحك قبل ما تيجي تحول الصور بتاعتك دي الى فيديوهات، انصحك انك انت ترتب الصور بتاعتك بالارقام علشان ما يحصلش اي لخبطه في المشاهد بتاعتك. هنروح يا شباب نفتح موقع جروك، بعد كده هننزل تحت هنا ونضغط على البروفايل بتاعنا بالمنظر ده، بعد كده هتطلع فوق هنا وتضغط على السيتنجز او الاعدادات، هتنزل تحت وتضغط هنا، بعد كده هتنزل تحت هنا وتروح عند الخيار ده وتلغي التفعيل بتاعه بالمنظر ده، بعد كده هنضغط هنا على كلوز. ودلوقتي احنا جاهزين ان احنا نحول الصور بتاعتنا الى فيديوهات. تمام، بعد كده هننزل تحت هنا ونضغط هنا، بعد كده نطلع فوق هنا ونضغط على ابلود ايمج بالمنظر ده، بعد كده هنحدد على اول مشهد احنا عايزين نحوله الى فيديو بالمنظر ده، بعد كده تضغط هنا على اوبن والصوره هتبدا تترفع على موقع جروك بالمنظر ده. اول ما الصوره تترفع على جروك هتنزل تحت وتضغط هنا واعمل اسبكت ريشيو على الماس ده اللي هو من 16 ل 9، بعد كده اضغط هنا على ميك فيديو علشان احنا عايزين نحول الصوره دي الى فيديو. وعلشان بقى نقدر نضيف برومت للصوره دي هنرجع تاني على الشات جي بي تي وهنطلع فوق عند المشهد الاول او السين رقم 1 اللي هو ده، بعد كده هتنزل تحت هنا عند الفيديو برومت اللي هو ده وهتحدد عليه كله بالمنظر ده وهتاخده كوبي، هترجع تاني على جروك وهتنزل تحت هنا وتعمل بيست او لصق للبرومت ده. ولكن لو انت خدت بالك هتلاقي ان تحت ان في جمله مكتوبه باللغه الانجليزيه ولكن نطقها باللغه العربيه، وعلشان نقدر نعدل المشكله دي هنرجع تاني على الشات جي بي تي وهنروح برضو على نفس السين اللي هو رقم 1 وهتلاقي ان حاجه هنا اسمها دايلوج او اللي هو معناها الحوار، فكل اللي انت هتعمله هتحدد عليه بالمنظر ده وهتاخده برضو كوبي وهترجع تاني على جروك وهتشيل الجمله اللي هي دي اللي هي فيها خطأ وهتستبدلها بالجمله الجديده اللي هي مكتوبه باللغه العربيه بالمنظر ده. اخر حاجه هتعملها هتنزل تحت هنا عند الجمله دي وهتعمل نقطه لو مش موجوده يعني نقطه، بعد كده هترجع تاني على الشات جي بي تي وتروح عند تي تي اس اند ريكوردنج وهتحدد على الجمله اللي موجوده تحتيها دي وهتاخدها كوبي. وخلي بالك عشان الخطوه دي مهمه جدا علشان الجمله دي بتخلي التعليق الصوتي اللي موجود في الفيديو يطلع واقعي جدا. هترجع تاني على جروك وهتروح هنا عند اخر الجمله دي وتعمل بيست او لصق بالمنظر ده، وبعد كده تضغط هنا على جنريت او توليد علشان يبدا في تحويل الصوره دي الى فيديو. وتعالوا نشوف الفيديو مع بعض. هنضغط هنا على بلاي. في ليلة هادئة بمكة حدثت معجزة هزت السماء والأرض. زي ما انت شفت كده الفيديو كان ممتاز جدا وحتى كمان اللغة العربية كانت طالعة مظبوطة جدا وبدون اي اخطاء. قبل ما نعمل داونلود للفيديو او تحميل هتنزل تحت هنا وتضغط على الثلاث نقاط دول، بعد كده تضغط هنا على اب سكيل فيديو علشان نعمل اب سكيلينج او نعمل تحسين لدقة الفيديو ونخلي دقة الفيديو تكون اعلى بكتير من الاول. بعد ما يعمل اب سكيلينج هتلاقي ان فوق علامة اتش دي ظهرت بالمنظر ده، كده معناه ان الفيديو تم تحسين جودته، وزي ما انت شايف كده بالفعل هتلاقي ان جودة الفيديو بقت ممتازة جدا وافضل بكتير جدا من الاول. بعد كده هنضغط هنا على داونلود علشان نحمل الفيديو بالمنظر ده. لو انت بقى عايز تحول المشهد بتاعك التاني الى فيديو هتعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه من شويه، هتنزل تحت وتضغط هنا، بعد كده تطلع فوق هنا عند ابلود ايمج وهنرفع الصوره بتاعه المشهد التاني اللي احنا عايزين نحولها الى فيديو اللي هي دي، بعد كده نضغط هنا على اوبن. بعد ما ترفع الصوره بالمنظر ده هتنزل تحت هنا وتضغط هنا، بعد كده اتاكد انك انت عامله على ميك فيديو علشان احنا عايزين نحول الصوره دي الى فيديو. هنرجع تاني على الشات جي بي تي وهننزل تحت هنا وناخد البرومت بتاع الفيديو وبرضه هنحدد عليه بالمنظر ده وناخده برضه كوبي. هنرجع تاني على جروك وهننزل تحت هنا وهنعمل بيست او لصق للبرومت بالمنظر ده. زي ما انت شايف كده البرومت ده المفروض يخلي الشخصيه دي تتكلم باللغه العربيه، ولكن زي ما قلنا هتلاقي ان الجمله اللي باللغه العربيه مش مظبوطه، وعلشان نقدر نحلها هنرجع تاني على الشات وهتروح هنا عند الديالوج وهتحدد على الجمله دي اللي باللغه العربيه، هترجع تاني على جروك بعدين وهتحدد على الجمله دي وهتستبدلها بالجمله اللي هي باللغه العربيه بالمنظر ده. هتنزل تحت هنا وتعمل نقطه زي ما قلنا، هترجع بعدين تاني على الشات جي بي تي وهتروح هنا عند تي تي اس اند ريكوردنج وهتحدد على الجمله دي وهتاخدها كوبي، ترجع تاني على جروك وهتعمل بيست او لصق للجمله اللي احنا اخدناها كوبي بالمنظر ده. حرفيا انت الكلام ده هتكرره مع جميع المشاهد بتاعتك لحد ما تحولها كلها الى فيديوهات. بعد كده هنضغط هنا على جنريت علشان يبدا لنا في تحويل الصوره دي الى فيديو، ودي النتيجه بتاعت الفيديو. تعالى اوريها لك عشان الصراحه طلعت خطيره جدا. فهنضغط هنا على بلاي. إن كنت رسولا حقا فأرنا آية في السماء. زي ما انت شفت كده الفيديو كان مظبوط جدا، ولكن يا شباب عشان تكونوا عارفين مش شرط ان الفيديو يطلع معاكم من اول مره مظبوط، ممكن الفيديو يطلع معاكم فيه اخطاء. ولو فرضا مثلا طلع معاك خطا كل اللي انت هتعمله هتنزل تحت هنا
بعد كده تضغط هنا على ريدو، وزي ما انت شايف هيكون بإعادة توليد الفيديو. فانت هتفضل تعمل إعادة توليد للفيديو لحد ما النتيجة تطلع معاك بالشكل اللي انت عايزه. ده انا حتى لما عملت إعادة توليد دلوقتي للفيديو، النتيجة الصراحة التانية اللي عملتها طلعت أجمل من النتيجة اللي احنا شفناها من شوية. فتعالى برضه اوريك شكل النتيجة دي. إن كنت رسولا حقا فأرنا آية في السماء. طبعا انا عارف ان ممكن حد يسالني ويقول لي طيب يا سونيك ايه لازمه الراوي او الشخصيه اللي احنا صممناها؟ طبعا مش شرط انك انت تصمم شخصيه الراوي، ممكن يعني تعمل الفيديو بتاعك بالكامل بدون ما تطلع شخصيه الراوي. ولكن لو انت حبيت انك تظهر الراوي وعايز تطلعه عندك في الفيلم بتاعك، بكل بساطه اللي انت هتعمله هترجع تاني على الشات جي بي تي. لو انت عايز تعرف الراوي ده بيطلع في انهي مشاهد بالظبط، لو انت خدت بالك كده من كل المشاهد هتلاقي ان في حاجه مكتوبه هنا في اول المشهد مكتوب عليها تايب، او اللي هي معناها بالعربي النوع. لو انت لقيت مكتوب جنب التايب هنا ان هو نوعه هيطلع فيه الراوي او المشهد ده مخصص للراوي، فانت كده هتبقى عارف ان المشهد ده الراوي هيطلع فيه. يعني مثلا المشهد رقم 3 ده هتلاقي ان التايب بتاعه او نوعه هتكون فيه لقطه لراوي، فالتايب هو اللي هيحدد لك هل المشهد ده هيطلع فيه الراوي ولا هيكون مشهد عادي. خلينا مثلا نعمل معاكم مشهد المفروض يطلع فيه الراوي زي مثلا مشهد رقم 3 ده. فاللي انت هتعمله هترجع تاني على جروك وهتنزل تحت هنا وهتضغط هنا على ابلود ايمج وهترفع صوره الراوي ايا كان بقى انت عايزه رجل او بنت. انا مثلا هعمله على الراوي ده. بعد كده تضغط هنا على اوبن، واول ما صوره الراوي تترفع بالمنظر ده هترجع تاني على الشات جي بي تي وهتروح عند المشهد اللي المفروض يطلع فيه الراوي اللي هو مثلا مشهد رقم 3 ده، وهتحدد فيها على الديالوج والجمله اللي تحتيها اللي مكتوبه باللغه العربيه وهتاخدها كده كلها كوبي. هترجع تاني على جروك وهتنزل تحت هنا وتضغط هنا. بعد كده تضغط هنا على ميك فيديو. بعد كده تضغط هنا وتعمل بيست او لصق للديالوج او الحوار بالمنظر ده. بعد كده تضغط هنا على جنريت او توليد. وتعالى كده اوريك شكل الفيديو هيكون عامل ازاي. فهنضغط هنا. طلب المشركون آية فأراهم الله آية لم يشهد مثلها البشر. زي ما انت شفت كده الفيديو برضه كان طالع ممتاز جدا، وزي ما انت شفت كده حركه الراوي كانت حلوه جدا وبسيطه وتحس كده انها واقعيه، واهم حاجه اللغه العربيه كانت طالعه مظبوطه جدا. وبعد ما تعمل اب سكيلينج للفيديو او تحسين دقه الفيديو، ما تنساش تضغط هنا على داونلود علشان تحمل الفيديو عندك. بعد ما حولنا جميع الصور بتاعتنا الى فيديوهات بالمنظر رهيب والجامد جدا ده، هنروح دلوقتي يا شباب على اخر خطوه وهي عمل مونتاج للفيديوهات دي. هتفتحوا عندكم اي برنامج للمونتاج. انا عن نفسي بستخدم برنامج كاب كات. عمليه مونتاج الفيديوهات دي بتكون سهله جدا ومفيش فيها اي صعوبه ان شاء الله. كل دلوقتي اللي انت هتعمله هتسحب اول مشهد وتنزل بيه تحت هنا في التايم لاين بالمنظر ده، وبعد كده هتنزل وراه بالمشهد التاني والتالت برضه وهكذا، وهتعمل نفس الكلام مع بقيه المشاهد التانيه وهترتبهم كلهم بالترتيب بالمنظر اللي انت شايفه ده. ولو انت عايز تضيف كابشنز او الكلام اللي بيكون موجود على الفيديو هتطلع فوق وتضغط هنا على كابشنز. بعد كده هتعمل اللانجوج او اللغه على اللغه العربيه. بعد كده تضغط هنا على جنريت او توليد. لو انت كده بالنسبه لك كل حاجه تمام هتطلع فوق هنا وتضغط على اكسبورت، وبعد كده هتروح هنا وتختار المنطقه اللي انت عايز تحفظ فيها الفيديو. انا مثلا احفظه هنا واعمل نفس الاعدادات اللي انا عاملها دي. بعد كده اضغط هنا على اكسبورت والفيديو هينزل عندك في خلال ثواني. وتعالى كده اوريك جزئيه من الفيديو بعد ما احنا خلصناه مع بعض. كانت تلك الليلة من أعجب ليالي مكة، ليلة كشفت فيها الحقيقة. طلب المشركون آية فأراهم الله آية لم يشهد مثلها البشر. إن كنت رسولا حقا فأرنا آية في السماء. ثم وقعت المعجزة التي ذكرها القرآن إلى قيام الساعة. القمر انشق نصفين، ماذا يحدث؟ فأنزل الله قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقف أهل مكة مبهوتين يشاهدون القمر. زي ما انت شفت كده الفيلم ده كان جميل جدا. مش هقول لك يعني ان هو افضل حاجه، ولكن ما تنساش ان احنا عاملين الفيلم ده بالكامل باستخدام ادوات مجانيه. طبعا لو احنا استخدمنا ادوات مدفوعه اكيد هنطلع نتيجه افضل من دي بكتير جدا. تقدر حرفيا بقى بالطريقه السهله جدا والبسيطه دي تعمل قصص الانبياء اللي انت عايزها وتنزلها عندك في القناه. زي ما انت شفت كده انا حرفيا ما بخلتش عليك باي معلومه، فاتمنى منك برضو ما تبخلش عليا بلايك وسبسكرايب وانك تفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. كان معكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله.